عارف ان يورجن كلوب رجع من الاعتزال عشان يدرب الاهلي؟ دي معلومه جديده. طب انت عارف ان فايلر لسه مطلق مراته لما عرف ان الاهلي هيفاوضوا؟ جديده برضه. طب انت عارف ان مارك روزا لسه الخطيب مكنسل عليه؟ احلى 30 اسم هتسمعهم الاهلي شمال ويمين ان الاهلي داير يتفاوض معاهم، وفي الاخر هترسى على احلى مدرب مساعد فنزويلي درجه تانية لسه كسبان كاس دوري مدارس فنزويلا من 22 سنه، ومدرب 100 100 وصاحب احلى مشروع. بذمتك تقبل ولا ترفض كاداره اهلي؟ هذا هو زوكي. هتسمع شمال ويمين وجميع انواع المدربين والمدرسه الالمانيه والسنغافوريه وكولومبوريه، وهترسى على احلى مدرب محدش سمع عنه غير عامل البوفيه اللي لسه ناديه طرده من 22 سنه، او قاعد في بيته مثلا بقاله 15 سنه، او اسماء هتكرهك اصلا في التشجيع وفي الكوره عشان الدولارات، والاهلي يا عيني فقير ما معهوش دولارات. احنا اللي هنلبس موسم التعاقدات. الكلام ده الجمهور الاهلي وانا واحد منه. بلاش بس نجري ورا الجماعه بتاعت الميديا والحق، اصل الاهلي بيفاوض احمد الصالح من جديد، وجاستون موليكا خلاص بيوافق، وكريم بنزيما مش هيجدد في السعوديه عشان جاي له الاهلي، وهتضرب يعني بسقف طموحك في السماء، بس انت اللي هتصدع. هينتهي الموسم بولا شيء، ولا تعاقدات زي الناس، ولا مدرب زي الناس، وهنعيد القاره مع بعض. الكلام ده بس عشان ايه؟ ناخد الموضوع كده على اعصابنا كده ونبقى فريش، وانت بتستقبل الاخبار دي اللي جايه ان شاء الله. يعني لما تلاقي جوارديولا خلاص مش هيجدد مع السيتي عشان جاله مكالمه من الاهلي، عادي يعني اسمعها وزي الفل. هو جوارديولا هيرجع يدربنا ان شاء الله، او احتمال مانويل جوزيه ربنا يديله الصحه يرجع في السن 25 سنه ويرجع يدربنا، يعني عشان اداره الاهلي تستريح وتريحنا معاها.